بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هنا المشهد العظيم اللي احنا كلنا عارفينه، سيدنا إبراهيم قام وكسر الأصنام بتاعتهم كلها، وحط الفاس اللي كسر بيه على كتف الكبير بتاعهم، أكبر صنم. وهم جم بعد العيد بتاعهم لقوا المنظر الرهيب ده. ومين اللي عمل كده؟ قالوا فتى، هو صغير أصلا 17 18 سنة، يقال له إبراهيم. وبعدين هيجوا بقى يسألوه، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت عملت كده في آلهتنا؟ فقال لهم لا، ده اللي عمل كده الكبير بتاعهم ده، اسألوه مين اللي كسره. هنا بيحطهم قدام نفسهم. خدوا بالكم، تجربة عملية. فهي هو التمثال بيتكلم؟ ما بيتكلمش. وبعدين هتمشي الأحداث، هيرد عليهم بقى، هيقول قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. انتوا بتعبدوا ايه؟ حجر ما بيكلمش، ملوش أوامر، ملوش نواهي، ملوش أي حاجة، حجر. وبعدين قال كلمة الضجر بقى: أف لكم. ايه أف؟ لا يعني انتوا ايه، ما بتفهموش خالص؟ ما فيش أي إدراك إن ده حجر ما بيعملش أي حاجة. هنا حوار عايز يعلمهم، عايز يفهمهم، عايز يوريهم، يجيبهم قدام نفسهم. الرد بتاعهم ايه؟ لا، ده احنا هنحرق ابراهيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لا، ده احنا مش هنسكت، احنا هندافع عن الآلهة. وهنا يعني شيء هزلي، انت اللي هتدافع عن الإله؟ ده شيء هزلي جدا. هنا الثبات بقى اللي انا عايزه اكلمكم فيه النهارده، ثبات سيدنا ابراهيم، ثبات ثابت جدا. ده هيتحرق، وكل القوم اجمعوا بما فيهم الملك بتاعهم اللي هو النمرود. احنا كل هنحرق ابراهيم ده عشان هو تعدى على الالهه. وكله يقعدوا يلموا بقى الحطب ويكبروا النار جدا. لدرجة ان بقت مثلا اي واحدة عايزة تندر اي ندر، تقول ندر عليا لو ابني خف مثلا هجيب نار تحرق ابراهيم. ويحطوا النار كلها ويخافوا يقربوا منها، فيجيبوا حاجة يخترعوها اسمها المنجنيق، علشان خاطر يحطوا فيها سيدنا إبراهيم ويرموه في النار. مشهد بقى يعني مفيش حد يستحمل ده. هيجردوه من ملابسه، يحطوه في المنجنيق، النار واصلة لقرب السماء. آه مشهد مهيب. ايه الثبات ده؟ ثبات سيدنا إبراهيم. ولذلك أنت لما تفكر تلاقي إن النبي الوحيد اللي بنذكره في التشهد هو سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم كل المواقف بتاعته فيها ثبات، ما بيرجعش أبدا. ولذلك ربنا لما اتكلم عليه قال إن أمة، هو أمة لوحده. فسبحان الله، سيدنا إبراهيم في ثبات عالي جدا. وربنا هنا بيعلمك اليقين بالله شكله إيه. يقين عالي جدا. وكل ما عالي اليقين بالله والثقة بالله عز وجل، كل ما الإنسان فقد حاجة اسمها الخوف. أبدا. يخاف من إيه؟ هو إحنا كلنا ملك الله، في أرض الله، في معية الله عز وجل. فشوفوا بقى هنا إيه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هيجي الرد فوري، هو هيترمي في النار بالمنجنيق متجرد من ملابسه. هينزل سيدنا جبريل ويلبسه قميص من الجنة، ويقول له ألك حاجة يا إبراهيم؟ أنت عايز حاجة؟ فيقول له أما منك فلا، وأما من الله فالله يعلم حالي وغني عن سؤالي. ده كل ده هو بيطير في من مكان ما رموه، علشان هينزل في النار. يجي الرد فوري، لا نزلت مطره ولا نزل حاجه، لا دي النار ولع زي ما هي، وهو هينزل جواها ويقعد وياكل ويشرب وتتحول. النار تبقى ولعه من بره وهو قاعد فيها من جوه.
حاجة تخلي أي إنسان يؤمن. ولذلك كان النمرود يقول له: نعم الرب ربك يا إبراهيم. إيه الرب ده؟ ومرضيش يؤمن برضه، سبحان الله. فقال إيه؟ قلنا يا نار. شوفي بقى، شوفوا بقى الآية دي، آية يعني ترطب القلب، تمسك على الإنسان أي حال من الخوف. قالوا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم بس. يا نار يعني بردا وسلاما. بردا يعني ولا هي زمهرير تتعبه، لا، حلوة كده طراوة. وسلاما هيطلع منها سالم غانم على إبراهيم. وبعدين قال إيه بقى جل وعلا؟ تمشي الآيات اللي بقى المنح. ما هو بعد المحنة منحة. تأكدوا إن لو إنسان اتعرض لمحنة، أي محنة، محنة جامدة، محنة في مرض أصابه، في رزق ضاق عليه، في حاجة في ولاده، أي بقى حاجات من المحن دي، ربنا بيدي بعديها منح، منح كبيرة. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم. شوفوا بقى، بصوا الجوائز: فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سبحان الله، جوائز كتيرة قوي هياخدها سيدنا إبراهيم بفضل الثبات، اليقين بالله. كلما على يقينك بالله كلما اتحلت كل أمورك. كل ما خفت من البشر خوفوك البشر. لو انت حاطط ربنا او جاعل ربنا ده هو كل حاجة، لما بترفع ايدك وتقول يا رب، عارف ان ربنا سمعك، سميع مجيب الدعاء. لما بتثبت على الحق، مادام انت على حق اوعى تتنازل. مادام انت ليك حق اوعى تتنازل، اوعى تخاف. الثبات هو سر النجاح. آه سيدنا إبراهيم له مواقف كثيرة، وهنعيش معاه في المواقف بتاعته. صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.